السلام عليكم. كما نعرفوا الناس الكل انه الفترة هذه تويكا فترة تنقلات وفترة ميركاتو، مازال رسميا ما تحلش الميركاتو في العالم الكل وفي تونس، لكن الأندية قاعدة تجس في النبض، قاعدة تعمل في مفاوضات، قاعدة تحدد في نقائصها، قاعدة تعمل في البلان متاع المراحل القادمة، وخاصة انه في تونس ونحكيو على الدوري التونسي انه فترة مرحلة الذهاب قريب توف. نحكيو على النادي الافريقي وعلى شنو هو محضر النادي الافريقي. النادي الافريقي عنده معضله في الهجوم، يعني ما عندوش شكون يماركي، ما عندوش لاعب بيوتور يحط كرة في الشبكه. نحكيو على مهاجم صريح، ماناش نحكيو على مهاجمين يجيو ملاعبيه يجيو من الخلف ولا ملاعبيه من الوسط ولا لي زيلير يلعبوا على اليمين واليسار. نحكيو اتاكون دو ستاسيون بونتا يحط كرة في الفيليه. هذا اللي ناقص النادي الافريقي تويك. النادي الافريقي قاعد يستعمل تويكا في ادم قرب كقلب هجوم، سجل هدف صحيح في 3 مقابلات، لكن موش البروفيل الكبير نتاع لاتاكون اللي يستنى فيه جمهور الكلوب ولا النادي الافريقي باش يعمل بيرفورمانس كبيره ويكون هداف كما كانت الملاعبيه نتاع الكلوب قبل. نتفكروا كماتش وعبد الجليل حدا اللي كان هداف، يعني بأتم معنى الكلمة اتاكون دو ميتير واتاكون دو ستاسيون. نحكيو على اتصالات متقدمة بين هيئة النادي الافريقي ومهاجم حافيا كوناكري، المهاجم محمد سايلو بنغوران. اللاعب هذايا عملناو عمل بيرفورمانس طياره برشا بصراحه. ما فهمتش كيفاش الانديه ما شافتوش والا ما شافتش الكاليتي تكنيك اللي عنده. انا قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نعمل الفيديو، عملت ريسيرش عليه، شفت تبعت الفيديو نتاعو، تبعت لي بيرفورمانس نتاعو، شفت الدقائق اللعب، قداش من ماتش لعب، عملناو شنو هي البوان فور شنو هي البوان فيبل. وميم تو خذيت مقطع صغير فيديو باش يكون مرافق للفيديو اللي نحكي عليه انا تويكا، باش نشوفوا اهم مميزات المهاجم هذايا. المهاجم هذايا صغير في العمر، 20 سنه، من عام 2004، متر و85، ملاعبي دولي غيني، يلعب في المنتخب الغيني الاولمبي. عمناول مع حفيا كوناكري ساهم ب 26 مساهمه تهديفيه بين اهداف وتمريرات حاسمه، شيفر كبير بالحق. كي تشوف ملاعبي في العمر هذايا وفي البرفورمانس هذايا، في التوهج نتاعو، في الطون اللي لازم يطلع فيه في الطلعه نتاعو وفي النمو نتاعو الكروي. 26 مساهمة تهديفية، ينجم يعملها ملاعبي آخر، مثلا ملاعبي كبير في افريقيا معروف عنده تالون، لكن ملاعبي عمره 20 سنة ويلعب في حفيا كوناكري. لعب تصفيات دوري ابطال افريقيا الموسم هذايا، كيما لعب زاد تصفيات الدور التمهيدي الاخير لكاس الكاف، واكيد فريقه انسحب. لكن هذا الكل ما يمنعش انه المهاجم هذايا يعمل في بيرفورمانس باهي، مهاجم ينجم يكون مستقبل للنادي الافريقي، خاصه اذا الناس اللي في الكلوب، مدرب، ستاف، الاداره الفنيه المحطوطه في الكلوب، فما الفلوس في الكلوب، فما الناس قاعده تخدم على المدى البعيد، وناس تحب تطور في الامكانيات نتاع الكلوب افريكان والفريق بصفه عامه، سواء فوت ولا هوند ولا باسكيت. لكن الاهم بالنسبه لي انا نحكي عليه هو نحكي على الانتداب هذا. الانتداب هذا نتصور انه اذا صار في الكلوب باش يعمل نقله نوعيه كبيره. علاش؟ على خاطر نتصور انه الملاعب هذا باش يجي للكلوب باش يطور برشا. مدرب كيما بيتوني ينجم يطور يخدم على الملاعب هذا، خاصة إذا يكون مهاجم رقم واحد وتخدم عليه. ملاعب صغير تطور الإمكانيات نتاعو، تخدم له على النقائص نتاعو إذا عنده نقائص. ملاعب كيما هكا ياخذ الكورة، يخرج لك من 18، يجي يجبد لك المدافعين نتاع المنافس، يلعب ساقيه زوز اليمين واليسار. تكنيكمون في ساقيه قوي، في بنيته الجسمانيه زاد قوي، يطلع لك ياخذ لك لو، في لي ديتونت قوي، في كل شيء، في تلبين الكوره، يلعب برشا بالظهر، يلعب برشا زاد في 18، يطلب برشا في البروفوندور. وهذه اهم حاجه، اللي كي يكون عندك مهاجم يطلب في العمق ويلعب اصحابه سواء اليمين واليسار، وكي يكون زاد هو مهاجم مع حتى ينجم يخلي لك الاسباس ويحل لك الاسباس للملاعبين اللي يلعبوا على الجناب. وهذه ميزه عند بنغورا. الملاعبي هذايا النادي الافريقي يحب ياخذه بصفه نهائيه، لكن فما بروبليم بين اعاره او صفه نهائيه، وهذا مازال الحسم فيه. المفاوضات متطوره صحيح ومتقدمه برشا بين هيئه هيكل التخيل ونادي حفيا كوناكري، لكن الايام القليله القادمه باش تعطينا ريزومي نتاع المواضيع هذا الكل. لكن الان بالنسبه لي الملاعبي هذايا
عنده كاليتي تبارك الله ما شاء الله عليه. تبعت لي فيديو الكل، ما فماش فيديو ما تبعتهاش وما فماش حاجه بوان ما دققتش فيها وما ركزتش فيها. ملاعب يلعب في الاسباس، يخرج لك من 18، ياخذ لك الكوره بينتري، يفسخ لك مدافع اثنين، وهذا اتاكون دو ستاسيون. يعني المعمول به واللي نعرفوه الناس الكل انه مهاجم، ما حتى قليل وين تلقاه يلعب سقيف برشا، ديما تلقاه يلعب على الجهه نتاعو، على البنيه الجسمانيه، والا على ديتونت وكي ياخذ دويل ويربح ويكسر المنافسين ويكسر الليني نتاع الديفونس. لكن الملاعب هذايا يمتاز بالتكنيك، تكنيك مو قوي، يفسخ لك ملاعب يزوز، يعمل اكسيلراسيون، يعمل هذاك السبرينت نتاعو القويه، يفسخ لك ليني كامله نتاع ديفونس، ويحب لين دو، ويحبك الكورات المزيانين الشبان هذوكم اللي نحبوهم نحن في تونس. هكا العب الكره وعدي صاحبك هذيك وكلين دو المزيانه برشا. الملاعب هذا عنده الكاليتي هذا. في الافريقي نتصور انه نجم يتطور بسهوله تامه، خاصة انه النادي الافريقي معاه بيتونين تلعب لاتاك برشا، بالكاليتي تكنيك اللي عنده المهاجم هذا، بالفاسون نتاع اللعب نتاعو، بالميتريز دو جو اللي عنده، باللونشيلمون اللي قاعد يطلع فيه بشويه بشويه. صحيح الموسم هذا مازال ما بداش يسجل، لعب 3 مقابلات ما سجل حتى هدف، لكن عمل تمريره حاسم. هذه مهمه برشا انه الملاعبي حتى ما يماركيش يعمل لي باس ديسيزيف، تلقاه في الاوقات الغسرة نتاعو، تلقاه ديما موجود، ديما حاضر مركز، عنده المونتال نتاعو قوي، وهذا يساعد في البناء الهجومي للنادي الافريقي. خاطر النادي الافريقي يفتقد لك المهاجم اللي تنجم تبني عليه لعبك الكل. اذا تخدم على اليمين وتخدم على اليسار وتخدم على الوسط وتخدم على الجناب لاريير جوش ودرو، يكون عندك ديفونس قويه تطلع بالكره وتكنيك مو رابيد، وعندك ترانزيسيون فيس ا فيس، هذا الكل باش توصل للكاج وما تماركيش تلقى الا ما تجي كورنير بار اكزومبل، ولا حكايه هكايا، ولا بالاريتي، ولا تير من بعيد باش تماركي بها. زاد ما عملنا حتى شيء. لازم يكون فما مهاجم فك الكرات الحرفيه الكل يقتنصها، يخدم عليهم اكثر، وهذا موجود في المهاجم هذا. بالنسبه لي انا كان ينتدبوا النادي الافريقي يتسمى عملنا فرق كبير، خاطر ما تصورش كان بالمهاجمين اللي عندهم، مع احتراماتي بالطبيعه للمهاجمين الموجودين في النادي الافريقي، لكن المهاجم هذا باش يعمل نقله نوعيه كبيره في النادي الافريقي، خاصه مع انتداب صانع الالعاب نتاع النادي القربي محمود اللي انتدبوا رسميا النادي الافريقي، وصل معاه لصيغه تفاهم، وفي الايام القليله القادمه باش يكون على ذمه النادي الافريقي. صفقه زاده ممتازه، ملاعبي كاليتي تكنيك طياره، عنده تكنيك برشا في سقي وسط ميدان هجومي، يلعب لك زاد روليور، يلعب لك ديس مع الملاعبي هذا الجديد اللي باش يكون مهاجم النادي الافريقي القادم. دونك باش تولي عندها لو كلوب سوليسيون كبيره في اللعب، في الميتريز دو جو، في التنويع في اللعب، سواء في الأروقة والا في العمق نتاع الدفاع، ولا الكرة تدخل من العمق والا تدخل على جناب. دونك ان شاء الله اللي جاي خير. اكيد النادي الافريقي قاعد يتقدم في المفاوضات مع المهاجم هذا، واكيد باش يكون في باب جديد في الايام القليله القادمه. نتقابلوا فيديو جديد وحلقه جديده. سلام.